وين شرف الخصومة؟ تطعنون بشرفها؟ مو هاي عراقية، عربية، تشرينية وبشيرية. ما يصير هذا يا أخوان. أولا أنا ما أطعن بشرف أحد ولا أدافع عن أحد، لكن عندي قانون واحد وميزان واحد: من يقف ضد دين الله ونبيه فهو عدوي، من يقف ضد مجاهدين الحشد الشعبي فهو عدوي، من يقف ضد القانون الجحفري فهو عدوي. فأنا ما أوزن الناس بميزان العواطف، هاي خطية، هاي عراقية، هاي كذا، ولا أحكم بالشعارات، بل أحكم بالثوابت، وأقف حيث يقف الدين لا حيث يقف الترند. صاركم يومين خابصيني وكلها تكتب حروف ومقالات وأقلام والدفاع وهاي كذا. زين وين مبادئكم؟ وين بصيرتكم؟ والبعض يقشمروكم بكتاباتهم ومقالاتهم. وين شرف الخصومة؟ هذا مو اختلاف رأي وي فلانة وي فلان، لا، هذا مو اختلاف رأي. اختلاف رأي من يكون عندنا قطعة أرض أنا وياك وأنت تقول لي الاستقبال هنا، أنا أقول لك لا، استقبال هنا. هو إلى رأيه وأنا إلى رأيي، ويكون الآراء محترمة. لكن لما توصل المسألة إلى حرب ضد الشريعة، تحالف مع منظمات تهدم الأسرة، دعم مباشر للفساد الأخلاقي بالمجتمع، قانون يسحق هوية التشيع والإسلام، هذا يسمونه شرف خصومة؟ هاي جاي تهدم الثوابت اللي عندك، تهدم دينك وإسلامك، هذا تقول له اختلاف رأي؟ لا يقشمروكم بهاي الشعارات. فهذه ليست صاحبة رأي، وإنما صاحبة مشروع ودعم خارجي وتمويل وأجندات خارجية تهدف إلى تمزيق المجتمع من جذوره. وظل أنت تقول هذا خطية وهذا خطية. العواطف خليهن على جانب.